الملحنين محمد رحيم بيتميز بنوع من الموسيقى، يعني عنده تيمة واحدة كده حلوة. مات من الضغط والظلم، ومن فترة اعتزل التلحين والغنى ورجع بسبب ضغط جمهوره ومحبيه. كان ليه علاقة قوية جدا بمحمد منير، ده غير انه كان بيجهز لعمل جديد مع تامر حسني، ورامي صبري لسه طالب منه طلب على الهوا، ونشر رسالة غريبة جدا ومش مفهومة على الفيسبوك قبل وفاته بساعات. تفاصيل اللحظات الأخيرة في وفاة الملحن الشاب محمد رحيم عن عمر 45 سنة. اتفاجئت الجماهير المصرية بخبر مؤلم جدا في الساعات اللي عدت، وهو رحيل الفنان والملحن الشاب محمد رحيم بشكل مفاجئ. وأعلن خبر وفاته الفنان تامر محسن على حسابه على انستجرام، وده اللي صدم كل محبين رحيم، وبدأوا يدعوا له بالرحمة والمغفرة ويسألوا عن سبب وفاته. أما بخصوص سبب وفاة محمد رحيم فهي أزمة قلبية مفاجئة، لكن برضو كان اتعرض من فترة بسيطة لذبحة صدرية ودخل المستشفى، ركب دعامات وعمل قسطرة في القلب. خرج بعدها بشكل طبيعي وطمن جمهوره على الفيسبوك وقال لهم: بطمنكم عليا، أنا الحمد لله أجريت عملية بسيطة اللي هي قسطرة وبقيت زي الفل، وربنا شافاني وعدت على خير الحمد لله، ربنا ما يحرمني منكم أبدا، وكل الناس تطمن. رحيم كان من الناس المميزة جدا في الوسط الفني اللي ليهم شعبية كبيرة، خاصة انه لحن اغاني مميزة للهضبة عمرو دياب، ده غير شغله مع فنانين كتير زي انغام واصالة وحماقي ونوال الزغبي واليسا وحسين الجسمي وهشام عباس وخالد عجاج وخالد سليم ومحمد محي وشيرين وغيرهم من الفنانين. محمد رحيم كان معروف عنه حبه الكبير لكينج محمد منير، لدرجة انه استعان بجزء من اغنية الليلة يا سمرة في اغنيته الجديدة بنت اللذينة، واللي قال انه استأذن من الكينج ورحب منير قوي، وده اللي خلاه مبسوط جدا. وقال كمان كان قصده من الاغنية ان يقول ان جيله اتربى على اغاني الكينج بعكس الجيل الحالي اللي خرج على اغاني المهرجانات. والاغنية كانت بتدور حوالين قصة حب بين مصري واجنبية، ورسالة رحيم منها كانت الترويج للسياحة المصرية. رحيم كان واضح ان عنده أزمة الفترة الأخيرة وزعلان لدرجة انه خرج واعلن انه هيعتزل الفن بشكل نهائي، لكن بسبب دعم جمهوره ومحبيه رجع تاني عن قرار الاعتزال. ولما اتسأل رامي صبري عن محمد رحيم قال: انا هطلب منه طلب انه يعمل لي اغاني زي ما وعدني، وقال كمان ساعات قرار الاعتزال بيكون زعل وبس. امتى هتعملي الاغاني بقى؟ عشان بقاله كتير يقول لي هعمل لك شغل حلو بس ما بيعمليش حاجه. ولما سألته الإعلامية أسماء إبراهيم زعل منين، رفض يوضح وقال لها: في العموم بس الناس اللي زي رحيم ما ينفعش يعتزلوا، لأننا محتاجينهم دايما في كل وقت. قولوا لنا في الكومنتس، تفتكروا موت رحيم سببه فعلا الحزن والصدمة والزعل؟ في العموم والآخر ده قضاء وقدر، ربنا يرحم محمد رحيم ويصبر أهله ومحبيه.